من القرآن الكريم، سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. عن الكلمات: التين فاكهة معروفة، الزيتون ثمرة يستخرج منها الزيت، والتين والزيتون ثمرة مباركة تشبه ثمار الجنة. طور سينين جبل في شبه جزيرة سيناء كلم الله تعالى عليه النبي موسى عليه السلام. البلد الأمين مكة المكرمة. لقد خلقنا الإنسان آدم عليه السلام وذريته في أحسن تقويم في أجمل صورة. أسفل سافلين النار. أجر غير ممنون، أجر دائم غير منقطع. أولا اختر الإجابة الصحيحة وضعها في الفراغ. عندنا ذني الكلمات راح نختار من عندهن الجواب الصحيح ونخليهن بالفراغات. أقسم الله تعالى في سورة التين ب4 أمور. الجواب 4. يستخرج الزيت من ثمرة الزيتون. الجواب الزيتون. أسفل سافلين هي النار. الجواب النار. ثانيا ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة وصحح الخطأ. أولا مكة المكرمة بيت الله الحرام وهي بلد آمن لا قتال فيه. الجواب صح. ثانيا كلم الله موسى عليه السلام في مكة. الجواب خطأ. الجواب الصحيح كلمه في طور سينين. ثالثا طور سينين هو جبل في سيناء كلم الله تعالى فيه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الجواب خطأ. الجواب الصحيح النبي موسى عليه السلام. كلم الله تعالى على هذا الجبل النبي موسى عليه السلام. ثالثا تحدث عن هذه الصور مع معلمك وهل أشارت السورة الكريمة إليهما وضح ذلك. سورة التين حبايبي أقسم الله بها ب4 أمور: التين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. البلد الأمين من هو؟ مكة المكرمة. وطور سينين هذا جبل طور سينين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.